ليه الفلوس في أمريكا بتطير؟ فلوس كتير بتطير، فلوس كتير بتطير. يعني هتلاقي المرتبات كتيرة لكن برضه مفيش فلوس. انت شحات شحات ولازم تعيش على انك شحات. هتلاقي إن الناس هنا مرتباتها برغم إنها توصل آلاف الدولارات لكن بتوصل آخر الشهر تلاقيها مفلسة أوي. هي الفلوس دي بتروح فين؟ يعني تسمع واحد مثلا بياخد 3 أو 4000 في الشهر يقول لك بس ده غني بقى يا معلم، وتفضل تضرب له الدولار عامل كام مصري وده معدي ومش معدي وتفضل تعمل بحساباتك كده. لكن في الحقيقة الرقم حتى لو باين ان هو كبير لكن المصاريف بتبقى اكبر. هي الفلوس دي بتروح فين؟ فالمشكلة مش في الدخل نفسه، المشكلة في نظام الحياة اللي هنا في امريكا. يا سلام، أما قصة عبرة صحيح. السبب الاول والكبير الايجار. الايجار هنا عالي جدا، مكلف. الايجارات سواء البيوت او الشقق بتبقى مكلفة جدا، فاقل ايجار اصلا بيبقى من 1500 لو انت طالع بقى 2000 2500 3000 على حسب اذا كان بيت او شقة، على حسب المساحة والكلام ده. فتلاقي ان جزء كبير خالص من المرتب رايح في الايجار، يعني اكتر من نص رايح في الايجار. هي الفلوس دي بتروح فين؟ تاني حاجة بقى العربية. العربية هنا مش وسيلة ترفيه زي ما قلت في كذا فيديو، العربية هنا حاجة أساسية. فتلاقي بقى بتدفع لها إيه؟ تأمين، صيانة، بنزين، وربنا يبعد عنك الحوادث، لأن أي حركة، أي حادثة، أي خطأ في المرور التأمين بيزيد. نقطة تاني التأمين الصحي. حتى لو عندك شغل لكن أنت مضطر تدفع التأمين بتاعه أو يتخصم منك فلوس التأمين كل شهر، ده بتبقى ثابتة. فتلاقي إن العلاج هنا مكلف جدا، يعني انت لو رحت تعمل اسنانك ده عايز مبلغ وقدره، عكس مصر. هي الفلوس دي بتروح فين؟ اللي باقي بقى من مرتبك ده لو باقي حاجة استنى ما اعد. انت هتصرفهم على اكلك وشربك وفواتير، فواتير كهرباء، مية، اشتراك النت في التليفون بتاعك هنا بيبقى برضو لازم تكون عامل باقة معينة، مش اي خط وخلاص. فالخلاصة تلاقي هنا المرتب شكله كبير كمنظر كرقم، لكن المصاريف والالتزامات اللي انت مسؤول بيها، ودي الحاجات العادية، انا مش بتكلم على حاجة انت ده مدخل نفسك في حاجة زيادة بتدفع قسط لحاجة انت مشتريها، انا بكلمك على المصاريف العادية. هتلاقي ان انت ملزم كل شهر بمبالغ معينة بتروح لحالها كده، كل حاجة بتروح اماكنها. هي الفلوس دي بتروح فين؟ السؤال بقى، لو انت جالك مرتب كبير بس مصاريفك اكتر، هتحس نفسك انت بقى غني ولا لسه شحات؟